عايزنا نرجع زي زمان. قول للزمان ارجع يا زمان. اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل اللي هو ان شاء الله هشتغل عليه جدا الفترة الجاية. وفي حلقة لما كنت هفقد عضو من جسمي وانا صغيرة خالص، يعني كنت أرمس 5 سنين، قبل هي الفترة اللي قبل المدرسة، وانا اصلا داخلة بدري. يعني انا المفروض كنت ادخل في الدفعة اللي بعدي، فدخلت اصلا مع الدفعة اللي انا فيها. في دبانة رخمة جدا هتقعد تقرفني، بس انا هصور برضو. وكنت في سن تقريبا 5 سنين، وانا كنت صغيرة جدا، يعني كنت طفلة ما بطلعش من الشارع. يعني حرفيا محدش يقدر يطلعني من الشارع، طول النهار بلعب في الشارع. باجي من الحضانة بكتب الواجب، باخد القيلولة اللي هي بعد الظهر لحد العصر، بنصحى بنروح الجمعية الشرعية اللي هي بعد ببيتين اصلا، اروح هناك نحفظ قرآن، نيجي نقعد نلعب لحد بالليل. فهو ده اللايف ستايل بتاعي. وانا اصلا من قرية، فكنا بقى يعني أبناء القرية كلهم بيلعبوا، وحاجة كده فظيعة جدا. ففي السن ده وانا صغيرة قوي كنت بلعب في الشارع على طول زي العيال اللي بتلعب في الشارع، اللي ما بيطلعوش من الشارع. ما كنتش بقى سو كيوت وقاعدة في البيت وبتفرج على كرتون والحاجات دي، لا. مساء الفل، يعني انا كنت بقعد اتفرج على افلام محمد سعد والافلام والليمبي والحاجات دي. فهو ده اصلا كانت المدخلات بتاعتي، فلك ان تتخيلوا انا كنت عاملة ازاي. في نفس الوقت مع الحاجات دي انا ما كنتش حد اللي هو الجريء برضو، يعني ما كنتش شخصية سو باورفول وحد جريء قوي وليدر والحاجات دي، لا خالص. انا كنت حد جبان جدا وكنت بخاف جدا، وكنت طول الوقت يعني مش من النوع اللي بياخد قرار بقى والحاجات دي، لا. كنت طفلة جبانة قوي، حتى في لعبي كنت بميل للعب الهادي الحاجات دي. وانا كنت وانا صغيره كنت بلعب مع الناس اللي معايا في الشارع، هما كانوا في ولد وولد كمان، يعني هما كانوا ولدين، وكنت انا واحمد اخويا اصغر مني بسنتين، وبنت عمي كانت اصغر مني بسنه. فاحنا كنا عاملين شله كده مع بعض، كانت عباره عن 4 ولاد لا 3 ولاد وبنتين، انا وبنت عمي واحمد والولدين التانيين. المهم يعني ان ما اطولش عليكم يعني في السرد ده، بس انا بفهمكم الدنيا كانت ماشيه ازاي. فكنت دايما بقعد العب، فكنا بنطلع في الاراضي نقعد نلعب هناك مع عيال صغيره ما تعرفش اي حاجه، فبيطلعوا يلعبوا هناك. كنا بنروح في اي مكان كده نقعد نلعب، فخلاص احنا صايعين طول النهار في الشارع. لحد ما جت الفتره اللي هي كان عمي بدأ ان هو بقى ايه، ياخدنا معاه في الارض بتاعته، اللي ما كانتش يعني كانتش بعيد قوي، يعني هي كانت بلدنا، هي في طريق كده صغير قوي، يعني يعتبر اي شارع في اي قريه يعني في نفس الحدود دي، وبعدين تروح الأرض. فأنا رحت في يوم، فأنا كنت مش في يوم، هو أنا كنت كل الأيام بروح هناك يعني. ابن عمي هو واخد العربية وهو طالع على الأرض يعمل أي حاجة، خدني وراك فاركب معاه في العربية وامشي. بنت عمي راحة مش عارف ايه فاروح معاها. وانا وبنت عمي اللي هي اصغر مني بسنة كانت دايما هي بتروح مع باباها، فانا رحت معاهم، كنت بروح معاهم على طول. وكان هناك دايما بيبقى الجو حر جدا، بتبقى درجة الحرارة فظيعة، بيبقى طول الوقت في مواشي ماشية على الطريق، اللي هو في حاجة كده كان اسمها المجموعة، اللي هي بتاع كده شبه المية، فبرضو كنا بنروح هناك نقف نتفرج كده على الحاجات هناك وبتاع. وكان عمي بيروح يصطاد زعربة. مش عارفة انتوا عارفين الزعربة ولا لأ، بس هو بيبقى زعروب كده بيتنطط، سمكة كده بتتنطط في المية، فكان يروح يصطاد والحاجات دي. فوانا صغيرة في السن ده كنت بروح جدا هناك، لحد ما انا افتكر يوم من ضمن الايام اللي انا افتكرها كويس قوي قوي قوي. اليوم ده انا قرصتني نحلة. والحقيقة ان احنا كنا كلنا بنروح والنحل يقرصنا عادي يعني. يعني ده مش حدث ان هو حصل يعني حاجة مفاجأة او كده، لا، هو الطبيعي ان كل الاطفال بتوع القرية كانوا بيروحوا يتقرصوا ويروحوا، يعني هو مفيش حاجة اللي هو مثلا جديدة اللي انا بحكيها او كده. فانا في يوم في نحلة قرصتني وقرصتني في رجلي اليمين. وقعدت اعيط جامد قوي، ومرات عمي قالت لي معلش ومش عارف ايه وما عدتش تيجي، ورحتي عند بتاعه النحل ليه وانتي عارفه انك هتتقرصي وانتي. وانا طبعا والله العظيم يا ماما، كنت دايما بقول لمرات عماتي يا ماما، فيعني بقول لهم يا ماما فلانه، والله العظيم يا ماما فلانه انا كنت بس بشوف الدنيا فيها ايه. وانا حد يعني انا كنت طفله كريزتي قوي، كان عندي فضول قوي، مش فضول تجاه الناس، وما زال لحد دلوقتي هو الفضول ده، فضول تجاه المعرفة، فضول تجاه الحاجة دي بتتركب ازاي، فضول تجاه الحاجة دي معمولة ازاي، فضول من اين بدأ الشيء. فانا كان عندي فضول قوي ان انا اعرف ايه المكان ده، فروحت، فكان المكان ده فيه نحل، فانا روحت اشوف النحل ده ايه. انا عارفة الناس بيتقرصوا فعينيهم بتبقى قد كده اصلا، فمش مثلا اخد الحكمة من الناس اللي قبلي، لا.
يعني غامرت جدًا ورُحت أشوف النحل ده إيه اللي بيحصل فيه، ورُحت واتقرصت. والقرصة على ما أتذكّر كانت صعبة جدًا، جدًا، جدًا فوق ما تتخيّل يعني. يعني القرصة بتاعة النحلة دي فعلًا كانت تقيلة، ووجعت لي رجلي أوي. وأنا ساعة ما رجلي وجعتني رُحت أنا عاملة بإيدي كده وشايلة البتاعة اللي هي بتبقى دايمًا قرصة النحلة بيبقى فيها بوز، يعني بتبقى في حاجة كده صغيّرة كده اللي هو البوز ده تقريبًا يعني شايفين الدبانة والله العظيم حاجة يعني مستفزة أوي. المهم يعني كان بيبقى فيها بوز كده اللي هو بارزة، حاجة زي السن كده، زي سن الدبوس. فأنا شديت السن ده والبتاعة بتبقى الحتة بتاعتها جنبها حمرا كده وبتاع. لو لقيت في قرصة نحلة هاوريها لكم هنا يعني عشان تبقوا فاهمين أنا باتكلم في إيه لو أنتم ما تعرفوش الكلام ده. فأنا قُمت شايلة البوس وقعدت أعمل كده على رجلي وخلاص، إن هو يعني كده القرصة مش هتبان ومش هيحصل أي حاجة. وخُفت أروح أقول لماما، يعني خُفت أروح أقول لماما آكل علقة سخنة أنتِ إيه اللي موديكِ هناك أصلًا، يعني أنتِ عيّلة عايشة في الشارع وبتاع وكده والlife style ده ما يعجبناش الحاجات دي. فأنا سكِتّ، خدت القرصة وقعدت أعيط ومرات عمي طبطبت عليَّ وخلاص. وبنت عمي قالت لي: خلاص يا نورة ما عدتيش تعملي كده تاني وبتاع وخلاص. يعني أي حد رايح أو جاي عمّال بينصحني إن أنا ما أروحش عند بتاعة النحل تاني. فيا جماعة حاضر أنتم على دماغي واللي أنتم عايزينه، مش هاروح عند بتاعة النحل تاني بقى، سيبوني في حالي، يعني اللي هو سيبوني في حالي بقى. وعدّت الأيام ونروح درس القرآن في الجمعية الشرعية، وبعدها نروح الحضانة والحاجات دي كلّها وخلاص يعني ما فيش جديد. لحد ما قامت جاية مرّة واحدة بقى ورجليّا اليمين وقفت. آجي أمشي أنا مش عارفة أمشي، آجي أطلع مش عارفة أطلع، آجي أنزل أنا مش عارفة أنزل خالص. رجليّا وقفت مرّة واحدة. لمّا رجليّا وقفت مرّة واحدة طبعًا أنا قعدت في البيت، لا كنت باروح حضانة ولا باروح درس قرآن ولا بالعب في الشارع ولا حد بيشوفني. فطبعًا إحنا عندنا في القرية أي حاجة بتحصل في ثانية بيبقى الخبر انتشر، بتبقى كل الناس عارفة إن الشخص ده تعبان وكده. وفجأة قعدت في البيت وفجأة ما بقيتش أعرف أدخل التويلت، فبقوا يشتلوني يدخلوني التويلت، الحاجات دي كلها. ففجأة لقيت الناس كلها بقى في القرية جايين يشوفوني وأنا طفلة صغيرة ما كنتش أعرف حاجة. فكل الناس بقى وأنتِ عاملة إيه وإيه الأخبار وبتاع وبقيتِ أحسن وبقيتِ كويسة والحاجات دي كلها. وأنا بقى طبعًا يعني واخدة دور الحد المريض أوي، أنا مش عارفة بيحصل إيه أصلًا، أنا رجلي وقفت. وبعدين بدأ بقى إن أنا كل يومين 3 عمي بيجيب صاحبه اللي عنده عربية ملاكي بياخدني يروحوا يكشفوا عليَّ كل يومين 3 عند دكتور جديد شكل ورجليّا واقفة وأنا مش عارفة أدوس. يعني مثلًا مش هاقول إن أنا بادوس وباعرج لأ، أنا مش عارفة أدوس أصلًا ومش عارفة أتحرك. وعمي بقى بيشيلني أصلًا يوديني ويجيبني، عمي الله يرحمه يعني يدعوا له بالرحمة، كان بياخدني ويوديني والحاجات دي كل شوية عمالين نلف عند دكتور شكل. والموضوع يعني خلاص بقى لحد آخر دكتور. ماما بتقول لي إن إحنا لفينا على دكاترة المنصورة كلها يعني ماما بتقول لي إن إحنا لفينا الدنيا كلها على كل الدكاترة عامةً يعني. فلفيت بعد كل اللفة دي آخر دكتور قال لماما: بنتِك وديها طب الأطفال اللي موجود عند الجامعة وخلاص، ما توديهاش في مكان تاني، ما تجيبيش أدوية تانية، إحنا مش عارفين إيه اللي عندها، وديها إيه طب الأطفال. فجأة أنا هاتحجز في طب الأطفال. ودي كانت بداية سنة أولى وأنا كنت متحمسة جدًا إن أنا أدخل سنة أولى. يعني أنا في الحضانة بقى والطفلة اللي بيبقى عندها حماس تشتري هدوم المدرسة ولبس المدرسة، دبان والله. فعايزة اشتري لبس مدرسة وعايزة اخد الشنطة الكبيرة بدل الشنطة الصغيرة واخد كتب في قلب الشنطة، مش هاخد كراسات موسعات ومربعات والحاجات دي لأ، والحاجات دي كلها. ف زعلت من جوايا، زعلت جدًا وحسيت بتأثُّر. ويعني إيه مش هادخل المدرسة مع العيال صحابي وبتاع والحاجات دي. بعدين رُحت قعدت في المستشفى. حضرتِك يا بنتي أنتِ ما بتتحركيش أصلًا يعني مش مثلًا مش بربع جنيه logic إن أنا كنت أفكّر كده اللي هو يا بنتي أنتِ ما بتتحركيش أصلًا، أنتِ مش هتعرفي تروحي المدرسة. بعدين رُحنا طِب الأطفال اتحجزت هناك، قعدت في طِب الأطفال. طبعًا كل الحالات اللي كانت هناك كانت صعبة أوي، بتاعة إن كل الناس رجليهم وجعاهم أو كده، وكنا كلنا أطفال عامةً. لحد ما حصل إيه بقى، لحد ما أنا مش فاكرة القصة دي أوي، بس ماما حكتها لي لمّا أنا كبرت. ماما بتقول لي إن أنا وكنت نايمة على السرير كل الدكاترة مش عارفين أنا عندي إيه، مش عارفين أنا رجلي واقفة إزاي، أنا مش عارفة أي حاجة. بتقول لي: اللي عرفِك دكتور في سنة الامتياز. بتقول لي: الدكتور اللي في سنة الامتياز كان بيمُر على الحالات وعمّال بيبُص ومش عارف إيه، فجِه عندِك ففرد رجليكِ بالحالة دي مالها. فأنا قُلت له إن ماما قالت له يعني إن هي ما بتعرفش تمشي على رجليها وإن رجلها واقفة وكل الكلام ده. فطبعًا الدكتور قام رايح جاي بتقول لي قام فارد رجليكِ وقام ضاغط كده بصباعه
على رجلي. فانا ساعتها صرخت، بتقول لي انت من الالم ما استحملتيش. فهو اتخض، يعني هو ازاي رجليها كده ما فيش خالص يعني. فبعدها قام رايح جاي قال الحاله دي تدخل اوضه التحليل بسرعه وتجيبولي عينه من الحوض من جوه، من الحوض بتاعها من جوه. فماما بتقولي في ثانيه خدوكي وراحوا عملوا التحاليل وجابوا عينه في الحوض من جوه. ساعتها الدكتور نادى على ماما وقال لها ان هي رجليها فيها خراج داخلي من الحوض نازل في الرجلين. فهو نازل من الرجلين لسه حته قد كده وينزل في الركبه. لو نزل في الركبه لا قدر الله، لا قدر الله، ربنا يعافينا كلنا واي حد بيسمع، ان اللي هيحصل بتر. فطبعا ماما ساعتها اتخضت، وساعتها حولني على اوضه العمليات على طول. انا فاكره ان انا كانوا بياخدوني كده على كرسي بيتحرك كده اللي هو وياخدوني ويركبوني الاسانسير ويودوني. انا فاكره اول مره حصل فيها العمليات دي. انا فاكره ان انا لما دخلت اوضه العمليات وكنت قد ايه خايفه، وكنت لابسه البنطلون بتاعي وكنت لابسه عبايه كده اللي هي الزرقاء. فساعتها نادوا على ماما قالوا لها انت ازاي سايباها لابسه البنطلون، قلعها البنطلون. فانا خفت اكتر، موقف صعب قوي على طفله. ومش مثلا ان هم يأهلوا الموضوع وما يزعقوش او كده، مفيش الكلام ده، تزعقوا. فانا طبعا خفت جدا. فخدوني على الاوضه، وطبعا ماما بره. فكل الناس اللي واقفه دي شكلها يخض. في ناس معاها مقصات مش عارفه معاهم مقصات ليه، هما داخلين حاله ولاده. بس في ناس معاها مقصات، في ناس معاها مشرط، في حاجات بلاستر. فانا طبعا بالنسبه لي الموضوع كله بيخوف. فانا ساعتها خفت وبعيط وبرتعش وحالتي صعبه قوي. وجي دكتور واقف جنبي قام رايح قال بنج بسرعه. فهو جه وقف كده جنبي الاول وقام رايح قال إيه انتي عامله ايه ومش عارف ايه والكلام ده. فانا ساعتها لسه هقول له ان انا كويسه وكده، لقيته بقول بنج بسرعه بنج بسرعه. فساعتها انا غبت عن الوعي تماما. وانا فاكره ان انا كنت لما رجعت وكنت بقعد احكي لاصحابي العيال اللي في الشارع واللي معايا في المدرسه حبايبي قوي يعني، بقول لهم على فكره فاكره القصه وبنج بسرعه بنج بسرعه. انا فاكره القصه دي من هنا يعني. وبعدين دخلت اوضه العمليات فاتخدرت تماما يعني كان بنج كلي. وبعدين عملوا لي العمليه. وبعد ما عملوا لي العمليه طبعا نزلت. انا فاكره بقى ما بين الفوقان وما بين التخدير، اللي هي الحته اللي بين انت لا فايقه ولا انت متخدره، اللي هو الحته اللي كنت بفتح عيني فيها كده واقعد الاقي نفسي في الاسانسير وماما واخداني ومدخلاني جوه انام وبتاع. فما كنتش فاهمه اي حاجه وما كنتش فاهمه ايه اللي بيحصل ومش عارفه اي حاجه والكلام ده. لحد ما ايه اللي حصل بقى، لحد ما هما بعدها بيوم قالوا ان هي محتاجه تدخل عمليات تاني. فلما انا سالت ان هو، انا ما سالتش يعني، فلما ماما سالت يعني ليه تدخل عمليات تاني، ما هي كانت في العمليات امبارح ومش عارف ايه وكده، وبرضه هيبقى منج كلي والبنت هتتبهدل. وانا زي ما قلت لكم كنت داخله في ال6 سنين، يعني 5 ونص، 5 سنين ونص داخله على ال6، يعني اللي هو حاجه كده يعني صغيره قوي. فبعدها دخلت ان انا، ما هو انا ما كانش صوت العيال في الشارع يبقى صوت كلاب، يبقى صوت بومه، تبقى دبانه رخمه. انا مش عارفه بصراحه يعني. انا مبسوط لي في التشانل بتاعت اليوتيوب دي بجد. مش بعرف ان انا اصور كده في هدوء، بس اتس اوكي هنصور برضو رغم الظروف. فبعدين ان انا لما بدأت ان انا، احنا كنا واقفين فين اصلا. فبعدين لما انا كنت بقى لما ماما سألتهم وهتدخل عمليات تاني والحاجات دي، فقالوا لها عشان ينضفوا اللي جوه لان في خراج داخلي عندها ومحتاج تنظيف. وبعدين ركبوا لي سلك تقريبا في رجلي، وكانوا فاتحين فتحتين. يعني هو كانت في فتحة فوق الركبة كده وفتحة في الورك من فوق قوي، وكانوا بيدخلوا الحاجات من هنا لهنا كده وبتاع. مشهد بشع جدا عشان ينضفوا الخراج اللي كان داخلي ده وبس. وبعدين طلعت بقى من المستشفى، كل الناس كل العائلة الكريمة جم زاروني هناك. وفضلت فترة، يعني أنا فضلت فترة تحت الرعاية الطبية في المستشفى. وفاكرة جدا كان بيعملوا حفلة للأطفال هناك، ومن ضمن الحفلة دي كانوا ادونا اللي هي، عارفين البتاعة اللي بتبقى بتاعت أعياد الميلاد اللي هي بتبقى متلوية قوي كده وبتقوم نافخ فتقوم مفرودة دي. وادونا اللي هو مش عارفة اسمه ايه، اللي هو حاجة شبه المخروط كده وبلميع قوي. وادونا علبة كيكة وادونا علبة شوكليت وحاجات كده كانت شكلها حلو قوي، حاجات لذيذة قوي. والحاجات دي انا خدتها معايا حتى بعد المستشفى ورجعت بقى البيت. فانا كنت يعني في الفترة دي كنت مبسوطة قوي بالحاجات اللي بتيجي والهدايا اللي بتيجي. وبنت عمي كانت بتيجي تزورني واخويا كان بيجي يزورني والحاجات دي. فانا الاطفال كانوا بيجوا والعيلة وبتاع، وحفلات بقى كل يومين كده حفلات في المستشفى وحاجات لذيذة قوي. فالحاجات دي كانت بتبسطني قوي كطفلة صغيرة، برغم ان انا كنت بحس بالألم. فضلت فترة الرعاية الطبية في المستشفى. ماما كانت متبهدلة بيا جدا على فكرة، لان ماما كانت حامل في اخويا الاخير.
فبرضه هي كانت في حملها بقى في الشهر السابع أو التامن، فهي ما كانتش قادرة أصلًا، ومع ذلك هي كانت بتعمل لي كل حاجة. فربنا يصلح حالها يا رب ويبارك في عمرها بجد على البهدلة اللي أنا بهدلتها لها دي. وبعدين فضلت فترة كده لحد ما جيت بقى خلاص بقى يعني هابدأ إن أنا أخرج من المستشفى ويبقى العلاج في البيت وكل حاجة تبقى في البيت. أنا فاكرة جدًا إن عمي الله يرحمه جه وقال لي: "هتعرفي تمشي." ومش عارف إيه، "طب أنتِ بقى طب ادخلي كده جربي لنا هتعرفي تمشي في البلكونة دي والّا لأ؟" اللي هي البلكونة كده اللي جنب السرير بتاعي في المستشفى. فساعتها أنا قُلت له: "هاعرف أمشي." ومش عارف إيه، عارفة الأطفال اللي بيبقى جواهم جراءة والحاجات دي، فطبعًا عمي خدني وكان في بتاع كده أنا مش عارفة أنا مشكلتي في الحلقة دي إن أنا مش عارفة أسامي الحاجات كلّها، مش عارفة في إيه، اللي هو بتاع كده بتمسكها عشان تسند تمشي عليه، فهو جابها لي وأنا قعدت إن أنا أسند وأمشي في البلكونة، وفجأة راح عمي مبسوط أوي وسقّفوا لها يا جماعة، أحمد أخويا سقّف لي وبنت عمي سقّفت لي، فكان في انبساط أوي، اللي هو إيه الفرحة دي، فطبعًا قعدوا يسقّفوا لي فأنا اتبسطت جدًا إن هُم بيسقّفوا لي ودي حاجة لذيذة أوي. بعدها رجعت بقى البيت، وبعدها لمّا أنا رجعت البيت كنت خلاص بقى أنا رجعت البيت أهو وهابدأ بقى إن أنا أروح المدرسة، فلمّا رجعت البيت كان في فترة كده في البيت أقعدها، وكنت طبعًا بالِم كل الأطفال بتوع الشارع والحبايب كلّهم اللي أنا كنت بالعب معاهم، واقعد أحكي لهم عن أيام المستشفى، وعلى فكرة أنا كانوا بيجيبوا لي بيض ومربى والعيال يندهشوا جدًا، الله مربى! فأنا مش عارفة المربى ما كانوش اختراعاه في بلدنا وقتها والّا إيه، بس هو يعني اللي هو يندهشوا جدًا، وإيه بجد مربى! واقول لهم آه والله جايبين مربى. عارفين أنتم الإفيه بتاع محمد هنيدي لمّا كان بيقول والحلو عندنا في فرنسا أنا كنت مقضية الموضوع كده بجد، والحلو كان في المستشفى كانوا بيجيبوا لنا كذا وبيعملوا لنا كذا، والعيال تندهش جدًا، وأنا كنت مبسوطة بقى يعني أنا واخدة وضعية الstory telling بقى عمّالة باحكي، وواخدة الattitude والattention والموقف، فأنا قاعدة باحكي والعيال عمالين حواليّا بقى مندهشين، واقول لهم على فكرة حصل في حفلة في المستشفى، هُم الله بجد كان نفسنا نيجي ومش عارفة إيه، باقول لهم استنوا ومش بس كده، ده ادونا حاجات حلوة، الله بجد مش عارفة إيه، ومش بس كده كنت باحس إن أنا باذلهم بجد. مش بس كده لأ كمان في كذا واجيب لهم بقى الألعاب واقعد ألعب معاهم واوريها لهم والحاجات دي، العيال مبسوطين أوي وأنا كنت يعني كنت الانبساط بتاعي ضارب في السقف بجد من كتر ما أنا كنت مبسوطة، وبعدها بقى كانت في فترة كده اللي هو باروح أغيّر على الجرح، تغيير الجرح ده كانوا بيشيلوا الفتيل اللي كان في رجلي ويحطّوا فتيل تاني، وكان الموضوع ده بيحصل في الوحدة الصحية بتاعة البلد أصلًا، فأنا كنت باروح أعمل إيه بقى في حوار الفتيل ده، كنت باروح ابن عمي مش عايزة أذكر أسماء يعني، بس هو ابن عمي ده أنا كنت باحبه جدًا يعني، وهو كان أكبر منّي بتاع 5 سنين يعني ما كانش كبير أوي، كان يقوم جايب العربية والعربية الكارو والحمار، مش عارفة الحاجات دي ما ينفعش تتحكى على اليوتيوب بس أنا حابة أشارك التجربة والله، كان ياخدني على العربية وآخد بقى كل الحبايب حواليّا ياخد العربية يوديني لحد الوحدة الصحية يشيلوني يطلعوني، أطلع فوق يشيلوا الفتيل ويحطّوا تاني. الموضوع كان صعب جدًا وكان بشع جدًا، لإن كنت باحس بألم، بس مع الألم ده أنا كنت باحس إن هو في حواليّا support في حواليّا دعم، في حواليّا انبساط. كمان من ضمن خطوات العلاج دي كنت باخد حقنة، والحقنة دي كنت باخدها دايمًا، كنت كل مرّة باروح آخد فيها الحقنة كانت ماما بتجيب لي إزازة كوكا كولا سبرايت اللي هي لونها أخضر دي بس صغيّرة كانت بجنيه وربع تقريبًا أو حاجة، فكانت مبلغ يعني كان مصروفي ربع جنيه كانت كل مرة أروح آخد فيها الحقنة كانت ماما تجيب لي دي، فأنا كنت باتبسط جدًا، وكمان كنت باروح عند واحدة كانت بتدّي حقن كانت إيديها خفيفة أوي، فأنا كنت باخد الحقنة ما باحسش بيها أوي يعني، كنت باحس إن هو بالراحة، الست إيديها خفيفة بالمعنى الحرفي لكلمة إيديها خفيفة، فأنا كنت باخد الحقنة وآخد بعدها السبرايت فكنت متسلطنة جدًا ومبسوطة جدًا وحاجة حلوة أوي. بعدها كان الترم الأولاني خلص، فبدأت إن أنا أروح الترم التاني مع زمايلي، فطبعًا صاحبتي خدتني وودّتني المدرسة، وبدأت إن هي تعرّفني على فكرة ده فصل سَنة سادسة وده فصل سَنة تانية وده فصل سَنة أولى وده الكانتين اللي إحنا بنجيب منّه الحاجة الحلوة وده التويلت بتاع المدرسة بتاع البنات وده تويلت الولاد، في تويلت للبنات تويلت للولاد، فكانت بالنسبة لنا يعني ده اندهاش تقريبًا كُنّا فاكرينه كل حاجة واحدة أو إيه مش عارفة، بس هي كانت دايمًا بتقعد تعرّفني بالحاجات دي. كمان بدأت إن أنا أعرف المدرسين، ده مستر العربي، ده مستر الإنجليش، ده مستر الرياضة، فأنا بدأت برضه إن أنا أعرف الحاجات دي وخلاص، وبدأت بقى تعرّفني على الدفعة، على فكرة يا جماعة دي نور كانت عاملة عملية ومش عارف إيه وكده، وطبعًا عيال بجد ومش عارف إيه، وإيه اللي حصل في العملية، فالمّهم حواليّا واقعد أحكي زي ما أنا لمّيكوا حواليّا كده وعمّالة باحكي، فكان الموضوع إيه، ماشي كده.
وخلاص والموضوع انتهى يعني. وبعدها رجعت المدرسة وبدأت إن أنا أدرس وخلاص والدنيا انتهت. الدكتور قال لماما إن أنا ممكن يحصل لي يعني إن أنا أعرج فيما بعد، وإن أنا العملية دي تأثر عليا بقية عمري. الحمد لله ده محصلش خالص يعني، الحمد لله بامشي كويس والدنيا ماشية زي الفل وتمام يعني مفيش أي حاجة، فالحمد لله والله يعني على كافة النعم. اللي أنا حابة أقوله إن أنا افتكرت العملية دي من فترة، وكانت الفترة دي كانت صعبة عليَّ أوي، وكنت قاعدة باعيط وباقول إن الدنيا صعبة وقد إيه إن الحياة صعبة وقد إيه إن الحياة معندة معايا وأنا. بعدين افتكرت كلمة ماما وهي بتقول الدكتور كان بيقول لو رجليها فضلت قاعدة كده كمان 3 أيام كان الخراج ده هينطر في الركبة ولا قدر الله يحصل بتر. فساعتها أنا قعدت أفكر كتير أوي في الكلام اللي قاله الدكتور. دي حقيقة، يعني كان ممكن يحصل لا قدر الله أي حاجة. وكان الكلام ده في علم الغيب يعني، والدكاترة ما كانوش يعرفوا ايه اللي عندي. يعني أنا كنت كل يومين بروح أكشف عند الدكتور ونجيب كيلو تفاح يعني والله بجد. كانوا دايما يودوني عند الدكاترة وما الاقي ماما جايب كيلو تفاح، مرة كيلو تفاح أحمر، مرة كيلو تفاح أخضر، مرة كيلو تفاح احنا جبنا أنواع التفاح كلها أيام أنا كنت بكشف في الفترة دي. فكنت دايما بروح اكشف وبيدفعوا فلوس كتير جدا وبيجيبوا فاكهة وهم راجعين وما بيحصلش اي حاجة وما بيحصلش اي نتيجة. حتى قعدت فترة برضو في المستشفى محدش عرفني الا دكتور الامتياز ده. ربنا وقعه في طريقي عشان يعرف حاجة زي دي. بقعد افكر ان انا فعلا لو كنت فقدت حاجة زي دي لا قدر الله يعني، بعد الشر عن الجميع، فبحس ان لا الدنيا كانت هتبقى اصعب كتير. بحس ان هو قضاء اخف من قضاء. ربنا كتب لي ان انا اتعب شويه ويحصل لي عمليه ولا اني افضل طول عمري كده. فبحس ان كافه النعم في حياتنا كتيره قوي 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 لدرجه ان احنا منشكرش ربنا. بحس ان هو احنا كلاب بجد يعني. بحس ان احنا ولا اي حاجه. المفروض ان احنا ربنا يكون محطوط في حساباتنا اكتر من كده. المفروض ان هو حتى لو الايام وحشه نحمد ربنا، لان كان ممكن يحصل ايام اوحش من دي يعني. فلو علمتم الغيب لحمدتم الواقع. فانا ممتنه جدا جدا لربنا على كل حاجه. كل حاجه كل يوم انا بعدي فيه ببركه من ربنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حاجه في كافه الاشياء. وبجد بجد إن الصحة من الحاجات اللي الإنسان يتمنى إن هي تدوم. لأن ممكن الفلوس ما تدومش، ما هترجع تاني. ممكن أي حاجة ما تدومش ترجع تاني. ممكن الناس ما يدوموش فيبقوا في ناس أحسن منهم، بس الصحة لو راحت مفيش حاجة أحسن منها ممكن تيجي تعوضها. فبحس ان الصحة من الحاجات اللي احنا ما بنبصش عليها، وكل يوم احنا واخدين كل حاجة for granted. احنا بنشوف for granted، احنا بنتكلم for granted، احنا بنسمع for granted، احنا بنمشي for granted. الاعضاء اللي عندنا جوه جسمنا بتشتغل for granted. كل حاجة احنا واخدينها على محمل ان هو خلاص بقى بقت مسلمات. لا، لو حصل في يوم من الايام وفقدنا اي عضو من ده احنا هنروح ورا الشمس. فالحمد لله على كافة النعم بجد يعني. الحمد لله انا بجد بجد ممتنة لربنا على كل حاجة كويسة. ودي من الحاجات اللي بتخلي الانسان satisfied من جواه، بيحس بالرضا، بيحس ان هو مبسوط اكتر، بيحس ان في حاجات تانية احسن كتير في الحياة اكتر من انه يقعد يندب على حاجات. وفعلا لو الايام اتعادت بيا تاني احب ان ربنا يعمل لي كل الحاجات اللي حصلت، لان مش هيبقى فيه احسن منها. وبس دي كانت القصة بتاعتنا النهاردة و thank you.